هاي، مع تومين ستوري. اليوم قصة جديدة، وهي قصة المحارب من الأرض القاحلة باكيتو. اللكمة باللكمة. قد ازدادت قوة الهاوية، مما دفع أرض الفجر مرة أخرى إلى ضباب الحرب الأبدي الكثيف. لقد كانت كارثة حقيقية انتشار المعاناة في جميع أنحاء أرض الفجر، وخاصة الحدود الجنوبية لإمبراطورية مونيا. لقد أدى التهديد الزاحف والفساد الناجم عن الهاوية إلى إغراق هذا المكان في الأنقاض، وهو يقف الآن ككفر قاحل. تعلم من الهزيمة. لقد توقفت الإمبراطورية منذ فترة طويلة عن محاولة استعادة هذه الأراضي، وتزايدت أعداد أولئك الذين فروا إلى معاقل مونيا من أجل حياة جديدة يوما بعد يوم. وظل أولئك الذين لم يرغبوا في مغادرة وطنهم وراءهم وكافحوا من أجل تلبية احتياجاتهم، لكنهم فشلوا في الاتحاد وتقديم مقاومة للهاوية المتقدمة، وبدلا من ذلك تبنوا القوة الغاشمة والعنف في أعمالهم الشاقة لإثبات مطالبهم بموارد الأرض المتضائلة، وساد الصراع على كل شيء. إنها رحلة بلا نهاية محتومة. مثل أرض اليأس البعيدة، سقطت هذه الحدود في اضمحلال عميق، حفرة بلا أدنى شعاع من الأمل، حتى جاء هذا اليوم. الحياة قتال، حاول أن تكون الجانب الفائز. تجول رجل ذو ندبة غريبة على ظهره وقبضتين من حديد في هذه الأرض الفوضوية لتطهيرها من الظلم والقسوة حتى سادت عليها. كل ندبة أملكها هي إشارة للمجد. عاد الدفء المفقود منذ زمن طويل إلى قلوب الناس مع سقوط قوة خبيثة تلو الأخرى أمامها. لم يكن أحد يعرف من أين جاء هذا الرجل، ولذلك كان أولئك الذين أنقذهم يطلقون عليه لقب القبضة السماوية والقبضة الخارقة، ومع ذلك كان اسمه باكيتو. أجلب الأمل بيدي هاتين. ولد باكيتو في قرية صغيرة في جنوب غرب مونيان، وللبقاء على قيد الحياة والازدهار في أرض كهذه بعيدة كل البعد عن العاصمة الملكية كان عليك أن تكون قويا. ولهذا كان لديه حلم واحد منذ أن كان صغيرا، أن يصبح أقوى مقاتل في العالم. رحلة بلا نهاية محتومة. وقد صقل باكيتو عقله وجسده وروحه بكل الوسائل الممكنة في سعيه للحصول على هذه القوة. وفي يوم مر رجل متحفظ بقرية باكيتو وشهد الجهد المذهل الذي بذله باكيتو في تدريباته، لذا قرر البقاء وتدريب باكيتو وأخذه كتلميذ له. يفسح العالم الطريق للمرء الذي يعرف مصيره. وفي الأشهر التي تلت ذلك تحسنت قدرات باكيتو بمعدل هائل مع تدريبه تحت إشراف معلمه، ومع ذلك اقترب موعد رحيله. قبل رحيل معلمه قال لباكيتو إن الذروة والجوهر الحقيقي للقتال لا يكمن في التدمير، والأمر لا يتعلق بالهجوم. قبضتاي هما حياتي. واصل باكيتو إتقان تقنيته بلا هوادة في السنوات التي تلت رحيل أستاذه، ومع ذلك ظل باكيتو يكافح لتجسيد هذا الجوهر الذي تحدث عنه أستاذه. تركه هذا في حالة من عدم اليقين في أعماق قلبه، لذلك غادر قريته أيضا، وهو لا يزال مصمما على أن يصبح الأقوى في العالم. اجعل كل حركة مهمة. وهكذا بحث عن خصوم أقوياء أثناء سفره عبر الأراضي، وبينما كان ينتقل عبر جبال لاندس وجد الأراضي مبتلة بالظلام والشر، ومن ثم دخل المعركة وقاتل من أجل العدالة والقضاء على الشر، وأصبح مشهورا باسم القبضة السماوية. مرن، قوي، وحاسم.
وبينما كان باكيتو يواصل مسيرته بلا كلل، ظهر شخص اكتسب شخصية غامضة تعرف باسم دومينار أو المتسلط، قوة عظيمة في إمبراطورية مونيا. فأمر مرؤوسيه وأطلق خطة كبرى للسيطرة على الأراضي، ولتعزيز مخططاته نهب المتسلط هذه الأراضي التي كانت على وشك الانهيار، تاركا وراءه القسوة والمذابح. أنت أقوى من خوفك. سمع باكيتو عن هذه السلسلة من المآسي مما جعل دمه يغلي. أقسم على إيقاف هذا المسيطر والقضاء على كل أثر لسيطرته. وفي مهمته لكشف هوية هذا الشخص، اكتشف باكيتو أنه لم يكن سوى سيده معلمه منذ زمن بعيد. لا وقت للندم. لقد سعى إلى الجوهر الحقيقي لما يعنيه القتال، ولكن بدلا من ذلك ابتلعته الحقائق القاسية لهذا العالم. لقد فقد كل ما كان يمثله ذات يوم، وأصبح قاسيا وعديم الرحمة. لقد تعارض ولاء باكيتو لمعلمه مع العدالة والأخلاق التي كانت عزيزة عليه دائما. لقد اتخذ قراره. بدأ التلميذ والمعلم معركة العصور. وقف باكيتو ثابتا وتلقى أول ضربات معلمه الساحقة كتعويض عن التعليم الذي تلقاه. لماذا تتلقى اللكمة إن أمكنك تفاديها؟ ثم بدأوا في تبادل الضربات، تصادم بين قوتين هائلتين. لقد ازدادت تقنية المعلم بقوة في السنوات التي مضت، ومع تقدم مهيمن يضرب باكيتو حتى أصبح على وشك الموت، بدأت القوة تخرج من جسده. وتذكر باكيتو أولئك الذي سعى لإنقاذهم من القمع، نظراتهم المكسورة، وكيف لم يتمنوا شيئا أكثر من السلام. كان ذلك هو الوقت الذي أدرك فيه أن جوهر القوة الحقيقية لا يتعلق بالهجوم أو التدمير، بل الدفاع عن الأمل أينما كان. أجلب الأمل بيدي هاتين. أرغم باكيتو بمنار على الهزيمة، ونظر المعلم إلى تلميذه السابق وقد امتلأ بالندم. لقد هزمت قوة الشر، وازدهر السلام في البلاد أخيرا. لقد شكلتني المصاعب التي مررت بها. حينها حمل باكيتو حقيبته على كتفه واستعد للانطلاق على الطريق مرة أخرى، قائلا لسيده: إن عالمنا هذا أكبر مما نعرف، مع خصوم أقوياء ينتظرون وصولنا، ناهيك عن قوة الشر. كان يعتمد على قبضتيه، وبهما كان يقاتل من أجل آمال وأحلام كل من يحتاج إليه. قبضتاي هما حياتي. ده تكون انتهت قصة اليوم، قصة باكيتو. ولو حابين أي قصة تانية تقدروا تكتبوا اسم البطل في الكومنت وأنا هقولها. بس كده، باي.